الكيكه ديالنا جات يا سلام سلم. نتمنى ان شاء الله تجربوها، تردوا عليا في التعليقات. كنشكر جميع من تبعني. هذه الكيكه ديالنا شفتوا كيفاش كتجي يا سلام يا سلام. كيكه مغذيه بداكشي اللي بغينا، بالفواكه ديالها كلشي يا سلام. شكرا لكم على المشاهده وعلى على كل شيء ديالكم، على التابعين ديالي العزاز. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي مغذيه وصحيه في نفس الوقت. عندي هنا غير 2 بيضات، غندير غير 2 بيضات، حراره المطبخ، انا دائما فيما كنهرس البيض كنغسل يديا، واخا نكون مازال عاد واخا يكونوا مغسولين عندي البيض. القاعده فيا هذه كيعجبني نهرس البيض نغسل يديا. عندي هنايا شويه ديال الملحه كما كتشوفوا، غادي نزيد كذلك كاس معامش ديال السكر، وغادي نخلط هذا شويه. من بعد خلطتوها شويه، ما خلطوش بزاف. غادي نزيد صاشي ديال الفاني نسيتو، وغادي نعاود نخلط شويه. نضيف كذلك كاس معامش ديال الزيت، ملي كنضيفوا الزيت كيتقال العجينه كتقال. هنا عندي الحليب والياغورت كيف ما كتلاحظوا. انا غادي نخوي الحليب الياغورت، خلطت الحليب مع الياغورت وغادي نخلط هذا الشيء. هنايا خلطت الخليط ديالي. عندي هنايا واحد الكميه ديال الطحين، ما عنديش صراحه ما عنديش معبوره، كنضيف عيني ميزاني. نبقى نضيف الدقيق حتى نحصل على المزيج اللي بغيت. كذلك عندي هنايا 2 خمارات، غادي نغربلهم ضروري. لان شتي كيكون فيهم كتكون فيها الحبيبات. داكشي علاش خصنا ضروري نغربلو الخماره. كنحصلوه على هاد القوام. انا غنضيف لها معلقه كبيره ديال الخل، كما كتلاحظوا دي معلقه كبيره ديال الخل. غادي نعاود نخلط كذلك باش ينسجم هذا الخل مع الخليط ديالي. باش نحصلوا على هذا العجين هذا. هنا غادي نضيف، عندي هنايا الكركاع وهذا اللوز، هذا غير هرمشته شويه واللوز عندي مطحون.
غادي نضيفو. كذلك عندي هنايا التمر مقطع قطع صغيره. هنايا غادي نخلط بالسباتي. غادي نخلط هذا الشيء حتى كينسجم ليا هاد المكونات كاملين، ونجيب المول ديالي ونتلاقى معكم ان شاء الله. بعد ما خلطت العجين ديالي كيف ما كتلاحظوا حصلت على هذا الخليط هدايا. هذا المول بغيت نجربو معاكم واش غيدير يطلع لنا الكيكه ولا لا. غادي نخوي الخليط ديالي في هذا المول هدايا. كنقدوها بعدا شويه هكا باش تجينا الكيكه طالعه من جميع الجوايه. غادي ندخلوها للفران ديالنا طيب، ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد ما توجد. وما تنساونيش من الجيم ومن التعليق ديالكم الزوين، وشكرا لكم يا احسن متابعين، يا احسن جمهور، يا احسن مشاهدين، احسن عائله، تبارك الله عليكم وشكرا لكم. الكيكه ديالي من بعد ما طابت تبارك الله طلعت 2 بيضات. يا تبارك الله يا سلام. الزواقه ديالها جات واعره، ولكن ما نحتاجش الزواقه تحمل الوجه ديالها تبارك الله. غادي ندهنها شويه ديال العسل. اللي عنده كوفيتير يدهنها بالكوفيتير، اللي عنده العسل يدهنها بالعسل. دنيا هانيه، كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو. عندي هنايا اللوز محمر ومطحون. الكيكه ديالنا جات يا سلام سلم. نتمنى ان شاء الله تجربوها، تردوا عليا في التعليقات. كنشكر جميع من تبعني. هذه الكيكه ديالنا شوف تبارك الله كيفاش كتجي، يا سلام يا سلام. كيكه مغذيه بداكشي اللي بغينا، بالفواكه ديالها كلشي، يا سلام. شكرا لكم على المشاهده على كل شيء ديالكم، على التعليقات ديالكم، على كل شيء ديالكم. كنقول لكم شكرا لجميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنقول لكم شكرا جزيلا
اخوتي الاعزاء واخواني الاعزاء. شكرا لكم بزاف بزاف.